إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعث الله تعالى جميع رسله ليثبتوا الخير في الناس وينشروا التوحيد، ولأجل أن يحاربوا الشرك والوثنية. ولقد جعل الله تعالى جميع هؤلاء الرسل على دين واحد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجعل جميع الرسل يدعون أقوامهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك. وبين الله تعالى في كتابه أن الغلبة دائما تكون لهؤلاء المرسلين، كما قال الله جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال الله جل في علاه وهو يتكلم عن نصرته للمؤمنين ومدافعته عنهم، قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فجعل الله تعالى هذا المبدأ سائرا في الحياة كلها عند جميع الرسل، سواء ممن كانوا من الرسل الذين بعثوا إلى بني إسرائيل أو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطعم أصحابه دائما بهذا المبدأ، حتى وهم في أحلك المواقف وفي أشد الظروف كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم دائما ويذكرهم أن النصر للإسلام. ألم تر إليه صلى الله عليه وسلم وقد جلس يوما واتكأ على بردة له في ظل الكعبة والصحابة يعذبون في ذلك الحين، بلال يعذب وخباب يعذب وغيرهم كان يعذب، فينطلق خباب يوما متفلتا من العذاب، ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة، ربما لم يتجاوزوا 10 أشخاص أو 15 شخصا من المسلمين، فيجيء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من اتكائه ثم يقول له: يا خباب، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر، يتم هذا الأمر وإن عذبت، يتم هذا الأمر وإن قيل علي مجنون وساحر وكاهن وكذاب، يتم هذا الأمر وإن آذوني الكفار في كل موطن، يتم هذا الأمر وإن سجدت عند الكعبة وألقوا على رأسي سل الجزور ولم يبعده عني إلا ابنتي فاطمة الصغيرة، يتم هذا الأمر وبلال يعذب وسمية تعذب وعمار يعذب، كلهم يعذبون. فكان عليه الصلاة والسلام جازما أن الله تعالى سيتم الأمر، قال: وليتمن والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني ينشر الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال: ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وكان صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف يبين لأصحابه أن الإسلام هو قدر الله تعالى في العالم، في الكرة الأرضية كلها، وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار.
ألم تر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المدينة فإذا به يصله خبر أن المشركين قد جمعوا له أكثر من 10,000 مقاتل لأجل أن يقاتلوه في المدينة ويضربوه بيد واحدة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه فيجمعون على أن يحفروا خندقا، فيبدأ الصحابة يحفرون الخندق. هي طريقة بدائية لكن لم يكن عندهم اختيار آخر. 10,000 قد دججوا بالسلاح والعتاد وهو عليه الصلاة والسلام في عدد قليل وعدة ضعيفة مما كان بين أيديهم في المدينة. فيبدأ الصحابة يحفرون فتعرض لهم كدية شديدة، صخرة صلبة صماء، فيقول الصحابة يا رسول الله قد عرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا. فيقول إني نازل، كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وهو من حديث جابر أيضا. فينزل عليه الصلاة والسلام ويأخذ الفأس. يقول جابر فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وارتفع الرداء عنه رأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع. فمع هذا الجوع ومع هذا النصب وهذا التعب وهذا الفزع وهذه القلة إلا أنه لما ضرب الصخرة والتمع الشرار قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر. لم يقل أوتيت مفاتيح مكة ولا نصرت على قريش ولا أوتيت مفاتيح خيبر ولا أوتيت مفاتيح البحرين وهي الإحساء وكانت قريبة ولا اليمامة يعني نجد، وإنما قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام. والشام في ذاك الحين له قوة لا تكاد أن تقدر. الشام في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم 3,000 ليقاتلوهم في معركة مؤتة جمع هرقل 200,000 مقاتل لقتال المسلمين، هذا فضلا عما بقي عنده من الجنود. الشام بهذه العظمة وهذه القوة وهذا العتاد العظيم والعدد الكبير يقول عليه الصلاة والسلام وهو في قلة من أصحابه لكن بيقين تام أن هذا الدين منصور، يقول صلوات ربي وسلامه عليه أوتيت مفاتيح الشام. ثم يضرب الضربة الأخرى ويقول أوتيت مفاتيح فارس. فأما المنافقون فيلتفت بعضهم إلى بعض كما يقع اليوم عند بعض من في قلوبهم ضعف في إيمانهم أو ربما هم منافقو هذا الزمان من كتبة بعض الصحف وغيرهم ممن يشككون في نصرة الإسلام، وإذا سقت لهم الأحاديث والآيات الدالة على انتصار الإسلام جعل يقيس الأمر بقوته الشخصية وبعتاد المسلمين. يقول ما عندنا قنابل ذرية ولا نووية وما عندنا مفاعلات، طائراتنا نستوردها منهم ودباباتنا وأسلحتنا، كيف ننتصر؟ هذا المبدأ وهذا المقياس هو الذي قاس به المنافقون الأول عبد الله ابن أبي بن سلول وشيعته. جعل المنافقون يقول بعضهم لبعض عجبا أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته وهذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر. وأما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويضرب الضربة الثالثة ثم يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكاني هذا. وتمضي السنين عليه صلى الله عليه وسلم ولم يرى فتح الشام ولم يرى فتح فارس ولم يرى فتح اليمن ولا فتح مصر، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه أفضى بروحه إلى باريها ومات صلوات ربي وسلامه عليه وهو موقن يقينا تاما أن ملك أمته سيبلغ هذه الديار التي أوحى الله تعالى إليه أن الله تعالى سيدخلها في ملك الإسلام. بل إنه صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه وهم موقنون أن الإسلام منتصر، فإنه فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله سائل قال يا رسول الله، اسمع إلى أسئلة الصحابة التي تدل على يقينهم أن الإسلام هو الدين الحق وأنه الظاهر والمنتصر. قال يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قسطنطينية يعني اسطنبول اليوم، أو رومية روما، وإحداهما كانت كلاهما للنصارى وإحداهما كانت لطائفة من النصارى والثانية لطائفة أخرى، فكان فيها أصل النصرانية ومنها تنطلق وفيها قوتها. فيقول عليه الصلاة والسلام
متقبلا هذا السؤال بكل يقين، لم يقل له: أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ هل يعقل أن نفتح إحدى المدينتين ونحن لا نأمن أن نمشي خطوات عن المدينة إلا وجاءنا قطاع طريق أو نهب من قريش أو من غيرها؟ كلا، ما قال هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام لما سأل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. فإذا بالقسطنطينية تفتح بعده صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ووالله ليفتحن المسلمون رومية بخبره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي، لم يقل وإن ديني أو إن دين أمتي، حتى يقول البعض والله يبلغهم عبر الأشرطة، عبر الأقراص المدبلجة، عبر الفضائيات. لا، يقول وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. أيها المسلمون، كم نحن بحاجة إلى أن نثير هذه المسائل اليوم في واقعنا، ونحن نلتفت يمينا ويسارا فنرى الحروب على المسلمين، ونرى النزاعات بين المسلمين، ونرى الكفار يسيطرون على العالم وكأنما أحدهم هو أب للدول الإسلامية. وإذا وقع أي كربة أو أي مظاهرة أو أي مشكلة في دولة من دول الإسلام لم يلتفت المسلمون إلى أحد من قادة المسلمين لينظر إليهم أو ليحل مشكلتهم أو ليتكلم بما يستطيع أن يساعدهم. كلا، وإنما مع الأسف تبدأ الأنظار تتجه إلى أوباما وإلى ساركوزي وإلى غيرهم من الأسماء الأعجمية الكافرة. قد يقع أحيانا في قلوبنا إذا رأينا هذا الواقع، يقع في قلوبنا أن الكفر قد ظهر على الإسلام، وأن الإسلام اندحر، وأننا في آخر الزمان الذي لا يكاد الناس يعرفون فيه لا صلاة ولا صياما ولا صدقة. كلا، فإن الله تعالى قد وعد المؤمنين بالنصر، وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل في علاه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي الأحاديث الكثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث تقع في آخر الزمان، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: تصطلحون أنتم والروم صلحا تاما، فتقاتلون عدوا من ورائكم، قال فتقتلونهم، قال فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول: غلب الصليب، قال فيقوم إليه مسلم ويأخذ الصليب ويكسره ويقول: كذبت، بل الله غلب، قال فينطلق عصابة إلى هذا المسلم فيقتلونه، فينطلق عصابة من المسلمين فيقتلونهم، قال فيتواعدون للملحمة، يتواعد الجيشان المسلم والنصراني اللذان كانا متفقين على قتال عدو ثالث، يتواعدان للحرب بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: فيجتمع الروم تحت 80 غاية، وفي رواية راية، تحت كل راية 12,000، يعني 960,000. قال فيقاتلهم المسلمون فيقتلونهم، فدل ذلك على أن ما هم فيه اليوم من قوة أنه سيكون مآله إلى ضعف، وما هم فيه من اجتماع سيكون مآله إلى شتات، وما هم فيه من صداقة سوف يتحول إلى عداوة، وما هم فيه من كثرة عدد سوف يكون إلى قلة وضعف وذل. وأخبر صلى الله عليه وسلم بقتال المسلمين لليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود،
فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما في الصحيحين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه. يقول الراوي ولم أكن أدري أين الأردن يومئذ، ما أدري أين الأردن يومئذ، كانوا يسمونها الشام، ما كانوا يقسمونها الأردن لبنان فلسطين سوريا إلى آخره. يقول لم أكن أدري أصلا أن في بلد اسمه الأردن، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك ويقول ستقاتلون اليهود على نهر بالأردن. وقد ذهبت بنفسي ورأيت نهر الأردن، وإذا وهو نهر كان جاريا يجري على شكل طولي ما بين الشمال والجنوب، وقد جف قبل فترة حتى أصبح أرضا جرداء بعدما كان ماء كثيرا جاريا. وإذا هو فعلا من الجهة الشرقية أنتم شرقيه تقع الأردن وما بعدها من ديار المسلمين، وإذا من غربه تقع فلسطين المحتل اليوم من إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وفي عصره لم يكن لليهود تمكين أصلا في الشام، ولم يكن لهم اجتماع قائم وقيادة في الشام، وكانت بيده هرقل وكان يذل اليهود ويقتلهم، لكنهم لا زالوا يجتمعون من سنين لتتحقق فيهم هذه النبوءة من كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما ألفته ولا ألفه البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد، إنما هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى. يقول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما كان صلى الله عليه وسلم ليكذب، وإنما أخبر بغيب أخبره الله تعالى به ونبأه به. لذا يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن يستمر المرء قوة في تمسكه بدينه وثباتا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله، ادعو إلى دينك وجاهد من أجله وابذل له مالك ونفسك وفارق أهلك وأتعب نفسك لأجله. أنت لست على دين مخلخل، على دين مشكوك فيه، على دين ضعيف. توكل على الله إنك على الحق المبين. ولما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إعراض قومه عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم استعجل النصر، قال الله سبحانه وتعالى له ولقد كذبت رسل من قبلك. لست أول من يكذب، ولست أول من يسب دينه، ولست أول من يستهزأ به. لا، قد هذه هي سنة الحياة، أن يقع الحرب ما بين الحق والباطل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم قال الله ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، يعني لقضاء الله وحكمه وكتابه، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، إذا أنت ما تستطيع أن تصبر على تبليغ الرسالة وعلى تكذيب قومك وتتحمل ذلك، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض لتحصل على النصر، أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فيبين الله تعالى في هذه الآيات أن الرسل قد كذبوا ثم صارت لهم الغلبة في النهاية، كما قال هرقل لأبي سفيان لما أرسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه كتابا إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما وصل الكتاب إلى هرقل دعا هرقل بطارقته ثم قال التمسوا لي أي رجل من العرب في الشام نسأله عن هذا النبي. فلما جاء إليه بأبي سفيان قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت مشركا محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء به بين يدي هرقل سأله هرقل عدة مسائل، من ذلك أنه قال له ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال هرقل كذلك أتباع الرسل. ثم قال له هرقل هل قاتلتموه؟
قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ فقال أبو سفيان يدال لنا عليه، يعني نغلبه ويدال له علينا ويغلبنا. وكان قد قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر فغلبهم، ثم في معركة أحد فغلب الكفار، يقول نغلبه ويغلبنا. فقال هرقل وكذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. والحديث رواه البخاري. هذا كلام رجل نصراني وقد مات على نصرانيته هرقل، لكنه عالم بأحداث الرسل من قبل وعالم بأمر دينه. فلما قال له إنه يدال لنا عليه ويدال له علينا، قال كذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. فلا يكونن يقين ذلك الكافر بنصرة الإسلام أعظم من يقين المسلمين اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم استعملنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن من نظر في انتشار الإسلام اليوم يجد أن انتشار الإسلام خلال 20 سنة أو 30 سنة الماضية هو أكثر بمراحل كثيرة مما كان عليه انتشار الإسلام فيما قبله من سنوات خلال 100 سنة أو أكثر من ذلك قليلا. وإذا نظرت في انتشاره في أوروبا أو في استعمال المسلمين اليوم لوسائل الإسلام الحديثة في نشر الإسلام لتجدن من ذلك عجبا. انظر إلى الشركات المتخصصة في معرفة عدد المشاهدين للقنوات الفضائية لتجد أنها تذكر في إحصائياتها أن عدد المشاهدين للقنوات الفضائية الإسلامية والمحافظة سواء كانت عربية أو غير عربية هم أكثر بكثير من كثير من القنوات المختصة بالغناء وغيرها. وإن تقدمت 3 أو 4 أو 10 قنوات غنائية، لكنني أتكلم عن أكثر من 600 قناة عربية. تجد أن القنوات الإسلامية دائما في 50 الأوائل أو في 70 الأوائل من بين هؤلاء 600. دليل أن الناس يريدون الإسلام ويتابعونه. انظر إلى المواقع الإسلامية، تدخل إلى بعض مواقع الغناء والطرب والفجور والفساد، فتجد أن الداخلين عليها يوميا لا يتجاوزون أحيانا 10 أشخاص أو قريبا من هذا العدد. بينما تأتي إلى المواقع الإسلامية فتجد أنها تصل إلى الآلاف يوميا، حتى إن بعض المواقع ربما تعدى 500 مليون و600 مليون في السنة الواحدة. كل هذا يدلك على إقبال الناس فعلا على الإسلام، بل حتى إقبال غير المسلمين على الإسلام تجد له عجب. كنت أبحث في بعض الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تتكلم عن انتشار الإسلام في أوروبا، فرأيت من ذلك عجبا. في ألمانيا في كل 2 ساعة يدخل الإسلام مسلم جديد ألماني، هذا إحصائيات الحكومية. وفي إيطاليا في كل سنة يستخرج 100 رخصة لمصلى جديد. مصلى إما أن يكون على شكل مسجد وهذا قليل، وإما أن يكون شقة يحولونها إلى مصلى أو مستودع أو دكان، المهم أنها تزيد المصليات في كل سنة. وفي بلجيكا تقول الإحصائيات الدولة الخاصة بالدولة إنه في عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا، وأن اسم محمد صلى الله وسلم على نبينا أن اسم محمد هو الاسم الأول في تسجيل المواليد في بلجيكا. قل مثل ذلك في الدنمارك خلال السنوات الماضية بعد الرسومات التي رسمها ذاك الضال الفاجر لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الإحصائيات الرسمية الحكومية تقول إنه في تلك السنة دخل 5000 دنماركي في الإسلام. إذا قسمت 5000
على 360 يوم لتنظر كم عددهم يوميا، تجد أنه 17 شخصا تقريبا في كل يوم يدخلون في الإسلام. يعني في كل ساعة ونصف تقريبا مسلم جديد بعدما رسمت تلك الرسومات. وفي السنة التي تليها 5000، وفي السنة الثالثة أيضا 5000. وأنا متأكد من هذه الإحصائيات، وهي إحصائيات حكومية تجدونها في مواقعهم في شبكة الإنترنت. وقل مثل ذلك في فرنسا في عدد ما يدخلون في الإسلام، حتى إني قرأت عن قس ألماني كان يحاول أن يحارب انتشار الإسلام وأن يحد من الحرية المعطاة للمسلمين فلم يستطع، فصعد على إحدى الكنائس هناك وصب على نفسه البنزين وأحرق نفسه احتجاجا على تمكين الدولة للمسلمين بأن لهم الحرية، يدعون إلى الإسلام ويصلون في المساجد. فالإسلام هو قدر الله تعالى في الأرض، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ونحمد الله أننا لم نولد نعلق صليبا ونقول الله ثالث ثلاثة، ولم نولد ونحن نقول عزير ابن الله، ولم نولد ونحن نسجد لصنم أو نسجد لبقرة أو نعبد وثنا. نحمد الله تعالى على أن ولدنا على الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجمع المسلمين في كل الأرض على كلمة واحدة وعلى شهادة لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق والصومال وفي السودان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصلح أحوالهم في تونس وفي مصر. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك. اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.